على مدار التاريخ قابلنا نظريات كتيرة جدا، النظريات اللي مبنية على منطق علمي ومنها نظريات عبارة عن افتراض بس وخلاص كده. تلاقي بقى كتير من البشر مؤمنين ببعض النظريات ديت وبشر تانية مش مصدقة اصلا فيها. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن 3 نظريات اكتسحت العالم والناس بتصدق فيها. جاهز اقولك كده والحاجة اللي هتاكلها اعمل لايك على الفيديو ويلا نبدأ. رقم 1 معانا المنديلا افكت. 50 فيديو اتعمل عن المنديلا افكت، ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، واحنا برضو يعني بنعمل فيديو يعني اللي هو بنشارك الناس، برضو بنعمل نتكلم عن الموضوع. في سنة 2010 وعلى ايد الباحثة فيونا بروم اتولدت ظاهرة المنديلا افكت. فيونا ساعتها كانت فاكرة ان الرئيس الاسبق لجنوب افريقيا نيلسون مانديلا مات في الثمانينات ولا التسعينات، ولكن المفاجأة ان الراجل ساعتها كان عايش. اصلا هو مات في 5 ديسمبر 2013، يعني بعدها بتاع 3 سنين كده. من هنا بدأ الحوار، الناس بدأت تشكك في حاجات كتير جدا كانت فاكراها صح وطلعت غلط. الصراحة كان التشكيك في حاجات عبيطة، يعني اصل ديل بيكاتشو كان عليه خط اسود ودلوقتي ما بقاش عليه خط اسود، فده المنديلا افكت. النضاره بتاعت مينوبلي بتاع بنك الحظ بدل ما كانت على اليمين بقت على الشمال، فبرضه المنديلا افكت. الحاجات دي عبيطه نظرا للاسباب اللي بتقول عن المنديلا افكت، زي ان واحد سافر بالزمن ورجع وغير حاجات في الماضي فده اثر علينا في المستقبل. يعني واحد لو رجع من الماضي هيغير بتاع بيكاتشو بدل ما كانت عليها خط اسود يشيلها، ده التاثير اللي هيعمله. يعني في تفسير تاني طبعا وهو حوار العوالم الموازيه، ان في عوالم تانية غير العالم بتاعنا ومتشابهه جدا معانا ولكن فيها اختلافات بسيطه، لكن لما حصل والعوالم دي انصدمت ببعضها يعني عمل جليتش كده فاثر على العالم بتاعنا وغير فيها حاجات، واصبح ان الذاكره بتاعتنا احنا فاكرين ان في حاجات ولكن هي الحاجات دي طلعت غلط. رقم 2 نظريه الارض المسطحه، الفلات ايرث. وقبل بقى ما الحماسه تاخدك وتنزل بسرعه في الكومنتات وتكتب يا عم هو في حد في 2023 لسه بيصدق ان الارض مسطحه والكلام ده كله، بس يا اسطى اقسم لك بالله في ناس يعني يجيبوا لك شلل في الدماغ بسبب الحوار ده. كميه النظريات وكميه الاراء والدلائل بتاعتهم هتخليك بص دماغك تلف، واي حاجه انت هتحاول تستدل بيها يعني هينكروها ويديك السبب بتاعها. وانا في الفيديو ده هحاول اعرض لك وجهه النظر الاخرى، يعني رايهم ايه في الموضوع. مبدئيا وجهه نظرهم ان الارض مش عباره عن يعني مسطره كده او حاجه ستريت، لا هي عامله زي طبق. تمام، عندك القمر وعندك الشمس وهم بيلفوا حوالين الطبق ده فيعمل بقى ايه الليل والنهار وكده. طب يا معلم اصل ناسا طلعت للفضاء وطلعوا القمر وشافوا الارض كرويه فاذا الارض كرويه مش مسطحه، يعني لا عادي. يعني ناسا ممكن تعمل كده لانها ساعتها كانت في صراع دامي مع الاتحاد السوفيتي عشان كل واحد عمال يسبق في حوار الفضاء ده وبتاع، فبالنسبه لهم عادي جدا ممكن يطلعوا اكاذيب عشان بس يسبقوا ويبانوا ان هم جامدين وكده. وخلي بالك هنا انا بقول وجهه نظرهم هم، ده مش كلامي. تاني حاجه بقى من اكتر الحاجات اللي بتدوخني في حوار الارض المسطحه ده هو فكره الطيران بقى والرحلات الجويه ونظامها ازاي. هو الناس كتير بتقول على حوار ان يعني احنا لو احنا فوق واحنا عايزين نروح لمكان تحت كده، يعني الكره اهي مثلا واحنا في مكان فوق وعايزين ننزل تحت، فالليل بنطلع بالطياره ونسافر لتحت. طب ما نطلع ونستنى الارض تلف زي ما هي كده بتلف وننزل في المكان بتاعنا، ليه ما نعملش كده؟ ثانيا واحده من الحاجات اللي وقفتني برضو الرحلات الجويه. الرحله الجويه من بلد لبلد بيبقى ليها خط مسار بيعدي على كذا دوله. ساعات جدا بالله الرحلات الجويه دي بتنزل في ترانزيت بعيد عن المسار بتاعها اصلا للدوله الثانيه. رحلة ثالثة تابعة للخطوط الجوية القطرية خرجت من الدوحة في طريقها إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، وعندما أصيب أحد الركاب بحالة تسمم اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا. منطقيا يمكن الهبوط في مصر أو تونس فهما على مسار الطائرة، ولكن الواقع أن الطائرة هبطت بغرابة في مطار موسكو البعيد جدا عن مسارها حسب الخريطة الكروية للأرض. ولكن على خريطة الأرض المسطحة يكون الهبوط منطقيا في موسكو. اظن فهمت من الفيديو فات انا قصدي ايه. رقم 3 الاسقاط النجمي، خروج الروح من الجسد الفيزيائي. يا معلم ايه الفكره بتاعت اسقاط النجم ببساطه؟ هي فكره ان انت بتفصل روحك عن الجسد الفيزيائي بتاعك، ومنه بقى تقدر تطير بقى وتروح بقى الصين وتروح هولندا وتروح كل حته ولا حد يشوفك ولا اي حاجه وترجع الجسد تاني. الموضوع ده ليه طريقه ولكن يعني مش سهله خالص. طب ماشي يا معلم ناولني الطريقه بتاعتها. اول حاجه هتفتح العين الثالثه عندك، دي بقى مرحله كده من الروحانيه يعني بتوصل لها. يعني انت بتقعد كده وايه وتتامل وتنيك هادي جدا وتوصل لدرجه من اللامبالاه لاي ماده جنبك او اي حاجه جنبك، ما بص ما تلتفتش لاي حاجه وانت زاهد الدنيا دي كلها، وبتوصل بقى لدرجه من الروحانيه دي بتفتح فيها العين الثالثه وكده. يعني تاني حاجه لما توصل للمرحله دي بتيجي اوضتك بتطفي النور بتاع الاوضه، بتروح عند السرير بتنام، تفرد جسمك وما تحاولش تخلي اي جزء من ايدك او كده يبقى ملامس لجسمك. يعني ايدك ما تبقاش لامسه رجلك او اي حاجه من الحاجات دي عشان يعني ما تحسش ان انت عايز تهرش او اي حاجه من الحاجات دي. تهدى وتستقر جدا جدا وتحاول تروح في النوم. واول ما تنام عايزك تنام بقى،
تنام كتير مده طويله جدا. لو صحيت يعني بص حواليك بس اتاكد ان مفيش اي نور مولع، وبعد كده نام تاني، تفضل مده طويله جدا نايم. حاول وانت بتحاول تنام بقى تتامل في المساحه الفيزيائيه اللي حواليك، بيتك فين، التفاصيل بتاعه البيت، الدور اللي انت قاعد فيه، البلد اللي انت قاعد فيها، تخيل كلها بالتفاصيل اللي انت عايزها. محاوله كده ان انت تخلق عالم خاص بيك اللي هو بتاع بلدك وكل حاجه، بس تخلق العالم ده في خيالك. اول ما تحس ان انت بتطلع لفوق وتبص تحت كده تلاقي جسمك نايم، مبروك يا معلم، خلاص انت كده اسقاط النجمي، برافو عليك، بيس يا باشا، انت كده جامد. ولكن لو بصيت لتحت وما لقيتش اي حاجه، فانت كده دخلت مرحله من مراحل النوم متعمقه، او الفكره دي انت متحكم في النوم بتاعك، اللي هي اللي بيسموها اللوسنج دريمينج. ولو عايزين يعني فيديو عن اللوسنج دريمينج اكتب لي تحت في الكومنتات، ممكن نعمل عنه فيديو في المستقبل. وبس يا معلم، ده كان كلامي في الفيديو ده. عندك اي نظريات تانية حابب ان احنا نتكلم فيها او ندور فيها، اكتب لي في الكومنتات وممكن نعمل عنها فيديو لوحده في المستقبل. لو انت وصلت من الحلقه دي من الفيديو يعني، ما تنساش بقى تدعمنا باللايك عشان نستمر في الفيديوهات بتاعتنا، نحاول نعمل كده فيديو كل اسبوع ولا حاجه. وبس يا معلم، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.